تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح أمن ولاية سيدي بلعباس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وأوضح بيان للمصالح ذاتها أن القضية جاءت بعد استغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام شخص ببيع مبلغ من العملة الصعبة بطريقة غير قانونية من مدينة سيدي بلعباس، حيث مكنت التحريات المعمقة للأفراد ذات المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة شركائه الثلاثة وكشف مخططهم الإجرامي المتمثل في بيع العملة الصعبة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. وأضاف المصدر ذاته أن العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة أسفرت عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنة و40 سنة، وحجز مبالغ بالعملة الوطنية فاقت 3 ملايير سنتيم، ومبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الأجنبية. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.